الموضوع يبقى اهدى من كده في الفترة الجاية، والحمد لله النهارده يعني كنتيجة كويسة. يعني انا بعتقد ان اكتر واحد من حقه يفرح النهارده هو الجمهور، لان هو يستحق، تعب كتير في الفترة اللي فاتت، واعتقد ان اللي جاي ان شاء الله يكون احسن باذن والله الله. دايما في كل تصريحاتك واجاباتك انت بتحاول على قد ما تقدر ما تصدرش مشاكل مجلس الاداره للاعلام، ولكن طبعا ده ما تقدرش انت تسيطر على ده. والمشاكل كده كده بتتصدر. النهارده كان في جلسه تحكيميه عشان القرار النهائي لحضرتك عودتك لمجلس الاداره ام لا؟ لا، هو النهارده كان في جلسة، هي كانت الأستاذ مرتضى عامل رد المحكمة. فطبعا هي اتأجلت تاني اليوم 27 في نفس يعني برضه رد المحكمة، فده أمور طبيعية وأمور قانونية ما فيهاش أي مشكلة يعني. سألك سؤال وجاوبني بكل صراحه. شايف النزاعات والمشاكل ما بين اعضاء مجلس الاداره وما بين حضرتك تحديدا وباقي مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى، شايف ان ده بيأثر على نتائج الفريق في بعض الاوقات ولا لا؟ هو مش بيأثر على نتائج الفريق بس، هو بيأثر على كيان نادي الزمالك كله. طالما في محاكم وفي قواضي وفي عدم يعني عدم ان الواحد يكون موافق على قرار الجمعيه العموميه، فده طبعا يعني انا بشوف انه بيهز استقرار ككيان نادي الزمالك بالكامل، يعني سواء كره قدم، سواء استقرار اداري، سواء اي لعبه. ما هو نادي الزمالك كره قدم طبعا، ودي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن طبعا في قطاعات اخرى يعني. لكن اسمح لي اسالك سؤال، يعني مش هقول لك الى متى هذه المشاكل تستمر والمحاكم وقراراتها، واكيد بعد ما يبقى في قرار من هذه اللجنه التحكيميه الرياضيه اللي هي بتبقى قراراتها سريعه، اكيد هيبقى في بوابه ثانيه ان احنا ممكن نرفع قضايا على بعض الثاني بيها. ولكن انا هاخد من كلام المستشار نفسه، وهو قال ان هم 7 في مجلس الاداره وحضرتك واحد، فالطبيعي ان الواحد هو اللي يستقيل ادام مش هيبقى في توافق ما بيننا في المجلس. لا يا فندم، هو ما فيش حاجة اسمها هو واحد يستقيل أو 7 يستقيلوا. احنا جينا بأكبر جمعية عمومية على تاريخ الأندية، ودي تاني مرة تحصل مع نادي الزمالك، حصلت قبل كده في 2009. فاحنا لازم نشتغل من أجل الناس اللي هي جت على يومين، كانوا يومين صعبين يعني، لكن الجمعيه العموميه حبت تدي رايها، وحبت ان هي تختار الناس اللي هي شايفه ان من وجهه نظرها ان في الفتره الجايه نادي الزمالك يتقدم معاها. فهو ده اللي لازم نتعامل عليه، مش نتعامل على ان واحد يمشي و7 يقعدوا او 7 يمشوا وواحد يقعد. لا، الموضوع مش كده. كان نادي الزمالك كان كبير، لازم نحترمه، ولازم نحترم الجمعيه العموميه واعضائه وجماهيره اللي دايما بتبقى زعلانه، سواء في اهدار للنقاط او الاداء ممكن يكون ساعات مش كويس. فلازم ان احنا كدورنا كناس منتخبين ان احنا نقدر نحقق ده. يمكن دايما السيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز كان بيبقى ليه تاثير كبير جدا على المستشار مرتضى في بعض القرارات، ولكن اعتقد ان هو المره دي ما قدرش ان هو ينجح ان هو ياثر عليه ان هو يلم الشمل. ويمكن انت قلت ان كان في جلسه وديه والمستشار طلع قال لا، ان دي كانت كلها يعني جلسه كان فيها مشادات ما بينك وبين باقي اعضاء مجلس الاداره. لا، هي مش جلسه وديه طبعا. انا بحب اشكر السيد الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، لان طبعا استقبلنا عنده في مكتبه، وكانت قعدنا حوالي ساعتين، وكانت الجلسه كلها اتكلمنا في امور تخص نادي الزمالك، وبعد كده اتكلمنا في امور يعني انتخابيا. يعني عاده ما بحبش ارجع لورا، لكن السيد الوزير عامل برضو بصراحه بالامانه والله، يعني عامل يمكن نص يوم واخده نادي الزمالك، والراجل بيستجيب على طول، والراجل بيحترم قرار الجمعيه العموميه، وبنحترم كلنا القانون، لان انا دايما بقول احنا دوله مؤسسات ودوله قانون، فلازم كلنا نتعامل بهذا المنظور. فطبعا بشكره يعني على دعمه الدائم لنادي الزمالك، سواء في حل الازمات وسريعا. وصل معاكم لايه؟ لا بص، هي مش وصل معانا لحاجه معينه، لكن النهارده لما احنا نكون قعدنا واتكلمنا، يمكن في بعض المشاكل، في ناس اعترضت على بعض الحاجات اللي ممكن تكون اتقالت قبل كده برضو. فكلام كان كله عادي، كلنا قعدنا على ترابيزه واحده، كلنا اتكلمنا، كلنا سلمنا على بعض. لكن كلكم سلمتوا على بعض؟ ده طبيعي جدا، لان احنا كلنا ناس محترمه، فلازم نسلم على بعض. حتى لو زعلان منك اكيد عمري ما هشوفك وما اسلمش عليك، فده طبيعي جدا غير اللي بيتقال طبعا. لكن في الاول وفي الاخر هو احنا عايزين ايه؟
يعني احنا عايزين ننزل نخدم الجمعيه العموميه، نخدم كيان نادي الزمالك، نخدم جمهوره، فبتقدم نفسك للجمعيه هنخدمه العموميه. ازاي وانت حتى الان ما كلفتش باي حاجه خاصه من الزمالك؟ ما هو لغايه دلوقتي لسه ما فيش اجتماع مجلس اداره، لازم يكون في اجتماع من مجلس اداره بكامل هيئته عشان احتراما للجمعيه العموميه وفي نفس الوقت احتراما للقانون، ونقدر نسير امور النادي في الفتره الجايه. اكيد كان في نصيحه من السيد الوزير لحضرتك على انفراد، كانت ايه هي؟ لا خالص والله، هو بالعكس بقى حاجه. لا مش كنصيحه. انا لما قعدت معاه الكلام كله ان في الاخر وفي الاول هو الواحد عايز استقرار نادي الزمالك، انا مش عايز حاجه. انا مش عارف اقول لك ايه، لكن هي الفكره كلها انا مش متمسك، لا يعني قصدي مش متمسك بان انا اكون داخل النادي او مسؤول جوه النادي، لا بالعكس خالص. انا الحمد لله متواصل مع الجمعيه العموميه ويعني ولعبت هاندبول في نادي الزمالك، وكانت وانا صغير خرجت يوم الخميس داخل نادي الزمالك، فتربيت جوه نادي الزمالك، وبعد كده بقيت عضو مجلس اداره باعلى الاصوات في 2009، وكان في تعامل وما فيش اي مشكله خالص. الموضوع اختلف تماما بعد لما انا بقيت مرشح نفسي، فاعتقد ان الفتره الجايه يبقى الامور اهدى من كده والاستقرار لنادي الزمالك. واحنا بنتمنى معاك دوت، وان شاء الله باذن الله الامور ترجع لمجراها الطبيعي، وبنتمنى كل التوفيق انت ومجلس الاداره الحالي ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى ذلك ان شاء الله. متشكر جدا.